السلام عليكم. اليوم جيت نتكلم على واحد الموضوع، واحد التدوينه كتبتها الجاليه المغربيه ملي مشات هذا العام للمغرب. كتبات بانه حنا ما نعاودوش نمشيو لذاك المغرب، الدواء ما كاينش، السبيطارات ما كاينينش، الغلا، اللحم غالي، الدجاج غاليين، البحوره غاليين، والريستورات غاليين، وزيد وزيد وزيد. ومشاو كذلك حتى لذاك الحويط القصير ديال المول الجيلي ديال حارس موقف السيارات اللي كيقدر يطلب 5 دراهم او 3 دراهم او 7 دراهم، وكي يهربوا وما كيخلصولوش وتشكاو منه كذلك. بغيت نقول لكم الا كنتو نتوما كتشكاو هاد الجاليه المغربيه اللي انا منهم، الا كنتو نتوما اللي مشيتو كتشكاو من الغلا، فشنو غادي يقول داك المغربي اللي جالس تما مسكين اللي عايش ما عنده حتى عشا ليله؟ وإلا كنتو كتشكاو من الغلا اللي كاين الان في المغرب، فالغلا راه كاين في العالم كامل. وبالنسبه للغلا، انا قلت لكم داك الدجاج كلكم نتوما اللي جالسين دايرين عليه، هذاك ما دجاج ما تلعبه، هذاك كونسير، هذاك سرطان بامتياز. واش عباد الله كاينه شي دجاجه اللي كتوجد في سيمانه ولا 10 ايام وفيها 3 4 كيلو؟ هذا الدجاج هذا كتغلبوا على الدجاج زعما الرومي، حيت اللحم والكبده وداك الشيء غالي. شنو غادي نغلب على دجاجه روميه؟ حتى داك الدجاج غلاوه. راني قلت لكم اي حاجه غاليه رخصوها بالترك. وزيدون نتوما الجاليه اللي جالسين تتعيبوا على السبيطارات، انا خدمت في المغرب وخدمت هنا، نأكد لكم بأن المستوى في المغرب حسن من لهنا. هنا كاين نظافة، كاين تيقدروا يهضروا معك مزيان، ولكن تهنا راه لا كاليتي، يعني المستوى ضعيف لدرجة عباد الله أنك تتمشي عند الطبيب ديال الدار اللي هو الهاوس ارتس ما كيقلب لك لا ضغط لا حراره لا حتى شي حاجه، كيبدا يسولك وفي الاخر تيجملها يكملها ويجملها. شنو كيقول لك؟ تيقول لك فادانكياي، شنو كتظن عندك؟ تتقول له واش انا اللي طبيب ولا انت اللي طبيب؟ واش تحمقني؟ تيزيد في الطين بله. شنو كيقول لك؟ تيعطيك بالظهر ويقول لك اكخا جوجل، كيقول لك غادي نشوف في الجوجل. يقول لك تيجوجل انت. انا نقدر نجوجل وانا في داري، لاش انا معذب وجاي لهنايا عندك؟ وفي الاخر يخسر عليك باراسيتامول. كذلك كيمشيو الناس للمستعجلات هنا ويبقاو 3 5 6 سوايع، في الاخر تيجيهم الطبيب ستاجير ويبدا يتفتف تمايا بحال اللي فيه بوهزهاز، وفي الاخر يقول لك ما عندك والو وكيعطيك باراسيتامول او ما كيعطيك حتى شي حاجه. كاينه اخطاء هنا والمستوى ضعيف وضعيف جدا، وكيبقى العديد الناس كيبقاو يمشيو عند الطبيب وكيكون عندهم مشكل جدي وتتفاقم المرض وكينتشر سرطان، وفي الاخر تيقول له هات سبايتمي هيلاس. مع الاسف المرض انتشر لك. اذن ما نبقاوش نبانو ونقولوا احنا عندنا وعندنا وعندنا في اوروبا وتيعطيونا الدواء فابور وكذا وكذا. اكذوب، ما كاين لا دواء فابور ولا يديك ولا يخليك. وهذاك مول الحارس ديال موقف السيارات اللي كيعيبوا ما بغاوش يعطيو 5 دراهم، هنا راه كنخلصوا 6.75 الاورو للساعه وتا واحد ما كيتشكى. ديك الفوضى اللي كدير الجاليه وكيهبطوا بطونوبيلات اما مكريين اما مسلفينهم ويبانوا على ولاد المغرب وعلى بنات المغرب ويخليو مساكن العافيه شاعله فيهم ويحرقوا السطوبات. هنا مربينا باش بالفلوس تحرق ستوب 400 الاورو، فهما ملي كيمشيو للمغرب كيديروا الفوضى بحال اللي شي واحد كان مربوط وطلقوه. ما تبقاوش تبانوا على ولاد البلاد ديالكم.
ماشي راه قطعتوا الواد ونشفوا رجليكم. الغلا كاين في كل بلاصه، وراني قلت لكم كل شيء، لا الجاليه ولا حتى نتوما الناس اللي في المغرب، ارخصوا كل شيء بالترك. والناس كذلك اللي في المغرب كتشكاو بان الدجاج غالي، اللحم غالي، الكبده غاليه، وزيد وزيد. ارخصوا كل حاجه بالترك. واش عرفتوا شكون السبب ديال الغلا؟ هو حنا، هما الشعوب. حنا اللي كنعطيوهم فرصه يصدموا علينا، حنا اللي كنعطيوهم فرصه يزيدوا في كل حاجه. ما كتلاحظوش معايا بان كل شيء كيتشكى، ولكن ملي كتمشي كتلقى كل شيء عامر. مول الذهب عامر، واللي ما شراش تيخرج بالسلسله وخاتم. المدينه عامره، مول الدجاج تيبيع، مول اللحم تيبيع، مول البطاطا تيبيع، كل شيء تيشري. ملي جا الحولي كل شيء ديال العيد كل شيء تيغوت وتيتشكى من الغلا. ولكن رغم ذلك بنادم تيمشي يتسلف ويتكلف ويشري. علاش ما نتفقوش؟ ما شاريينش. ارخصوا كل حاجه بالترك. هذه قاعده اسلاميه حنا ما كنديروهاش. حنا كنا كنعيبوا على الحكومات ديالنا، ولكن حنا براسنا ثانيين فاشلين، ما باغيينش نخدموا، باغيين كل شيء واجد، باغي نوض ونتفركس ونلبس ونقاد، وباغي ونوض حتى 12 ما باغيش نتحرك، ما باغيش نخدم. الخدمه كاينه اللي بغى يخدم. وشفت واحد الولد في الفيسبوك دار واحد الفكره، كيصور حدا دارهم تيخسر 400 ريال، كيصور 150 درهم. هذا بغى يخدم. يا ريت لو اننا مره واحده نتفقوا، ملي نشوفوا الغلا نتفقوا كلنا ما شاريينش، نشريو حاجه اخرى. انا الا ما شريتش اللحم وما شريتش الدجاج ما غاديش نموت. انا اصلا ما بقيتش ناكل داك الدجاج اكثر من 10 سنوات. الا لقيت شي دجاج بلدي كناكلو، الدجاج الرومي ما نقربلوش. ماشي غادي نتسمى غير تناكل باش نعمر كرشي وانا كنقتل راسي عرق بعرق. اذا الغلط فينا حنا، الغلط في الشعوب. الشعوب هي اللي كتعطي فرصه للحكومات باش ديرنا تحت الصباط. فلهذا ارخصوا كل حاجه بالترك. بالنسبه للمشكل ديال العمله الرقميه عطيتكم حلول، واحسن حل اننا نبداو نتعاملوا بالكاش. الكاش واخا يكون عندي فرصه باش نخلص بالبطاقه ما نخلصش، وهذا الامر عطيته حتى للناس هنا في اوروبا، ولكن للاسف الشديد الناس ما كتتفقش. اذا الغلط فينا حنا. وقبل ما نشوف الحدبه ديال خويا الجمل نشوف بانني تا انا راه عندي حدبه. اذا الغلط فيا انا وفيك انت. وخلاصه القول هي الايه الكريمه اللي كتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والسلام عليكم ورحمه الله.